انا واحده مش راضيه عن سعي بجنيه، فقررت ان انا هقوم دلوقتي وهغير. بجد هبدا ان انا اغير حياتي. وده داي وان. اول حاجه الاوضه اللي مكركبه انا عماله بروق فيها. اروق الاوضه، محتاجه كمان اروق الموبايل، انضفه علشان اعرف اعمل كونتنت. في تو ليست هناك ما اتعملتش. في حاجات كتير عايزه تتظبط، الدولاب بيتروق، حاجات كتير حاجات كتير. ف let's go. 2026 و26 سنة. الحقيقة ان الرقم ده خضدني قوي، واول مرة ابقى متوترة من سني او متوترة اقول رقم سني. بجد بجد الرقم خضدني بطريقة انتوا لا تتخيلوها. حاسة انه هو السن ده خدني على اخوانا، او الرقم ده خدني على اخوانا، مش عارفة احدد. بس كل اللي انا حاسة بيه احساس ايه ده يعني ايه؟ يعني ايه العشرينات جريت بالسرعة دي؟ يعني ايه انا 26 سنة؟ امتى وفين وازاي وجم منين؟ يعني كل اللي انا حاساه او اللي انا مستوعباه ان انا ما كملتش ال21، لكن 26 دول بجد حاجة صعبة ومش عارفة استوعبها، ووجعاني قوي. لاني انا شخص طموح جدا، ففي حاجات كتير عايزة احققها، وللأسف انا حاسة ان انا محققتش اي حاجة من دي بجد. وحاسة انه عشريناتي قربت تخلص، سني جري، السن بيجري جدا يا جماعة. انا كنت دايما بسمع الجملة دي بس ما كنتش مصدقاه، ولكن بعد تأنيب ضمير ووجع وكل الكلام ده انا قلت خلاص، هو انا مش هينفع اقعد بقى ايه اجلد في ذاتي اجلد في ذاتي، يعني لان ده مش هيرجع حاجة، ولا السن هيقف يستناني ازعل شوية ولا اجلد في ذاتي شوية. الوقت برضو عمال يجري، فقلت لا، لازم تقومي بقى. الدنيا اللي مكركبة في كل حتة دي لازم تتروق، حياتي المكركبة هي كمان لازم تتظبط. ابدا ان انا استمر بقى على الكونتنت. انا بدأت من زمان قوي بس عمري ما استمريت عشان كده ما وصلتش لأي حاجة. برضو بدأت بيزنس وما كملتوش. ف طول ما انت بادئ ومش بتكمل، بادئ ومش بتكمل، عمرك ما هتعرف توصل لحاجة. الاستمرارية والانضباط اهم مليون مرة من ان انت تطلع الحاجة بيرفكت، والبرفكشن هيجي مع الوقت. وان انا لازم امشي في الحاجة حتى لو انا مش شايفة نتيجة منها دلوقتي، انا لازم اكمل ولازم ما اقفش. دي اهم حاجة في الدنيا. ووصلت ان انا مش مطلوب مني ان انا اقعد اغير ال25 سنة اللي فاتوا من حياتي، مش مطلوب مني لان مش هعرف والوقت خلاص جري. ولكن اللي لازم افكر فيه دلوقتي ايه اللي المفروض اعمله، وايه اللي المفروض ما اعملوش، علشان السنة دي اللي هي 26 سنة ما تبقاش زي ال25 سنة اللي فاتوا، تبقى سنة مختلفة كومبليتلي في حياتي، مش بس مجرد كلام، مش مجرد خطط. أنا خططت وخططت وعملت ولونت كتير وسمعت موتيفيشن كتير وسمعت بقى وخلاص. كفاية 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 ان انا عمالة بسمع، كفاية ان انا عمالة بخطط وما بنفذش. انا مش هشوف نفسي مبسوطة غير وانا بنفذ الحاجة اللي تتكتب على الورقة تنزل على ارض الواقع. يلا. فخلاص انا خدت قرار صادق مع نفسي. انا بعد ما خططت كتير وعملت ده كله، انا مش محتاجة اي حاجة غير ان انا ابدأ انفذ. عندي الامكانيات وعندي الوقت وعندي كل حاجة. بالاخص ان احنا يا جماعة بجد احنا، انت دلوقتي فاضية او انت دلوقتي فاضي، مش ضامن بكرة هيبقى عندك ايه، مش ضامن انشغالاتك هتكون فين. يعني مثلا انا دلوقتي هتكلم عن نفسي وانت برضو اتكلم عن نفسك وانتي. انا دلوقتي واحدة سنجل، ماشي، فانا عندي وقت لنفسي كويس قوي. عندي الشغل الحمد لله هايبرد، مش كل يوم بنزل، فاذا انا عندي وقت اكبر، عندي مساحة اكبر. في عشريناتي، لسه ما اتجوزتش، فبالتالي ما عنديش مسؤولية، ما عنديش اطفال، ما عنديش. الحمد لله. بصراحة اختي الكبيرة موجودة بتشتغل في البيت اكتر مني. انا مش بغسل مواعين، يعني عندي وقت ليه ما بتستغلهوش ان انتي تنجحي؟ انتي ما تعرفيش بكرة ممكن يحصل ايه، ما تعرفيش وقتك هينشغل غصب عنك في ايه. فاشغليه بمزاجك، وحطي حاجة تكبرك وتعلي منك وتبقى في ظهرك، لان انتي السند الاول لنفسك.
عشان ما تفضليش طول الوقت انتي بتتحسري على احلامك اللي بتضيع، وقتك اللي بيجري والعمر اللي بيجري، وايه ده ازاي انا عندي السن ده. انا بجد الموضوع ده وجعني قوي، مش متخيلين بجد ازاي مأثر فيا. انا قررت ان انا اغير حياتي خلاص، وده day one. ابدأ من دلوقتي، وانت كمان وانتي ابدأي من دلوقتي حالا. this is day one. انا اتفقت مع نفسي فيه، وان شاء الله دي تو هقول لكم انا بدات احقق ايه واعمل ايه من اللي انا اتفقت عليه مع نفسي. ولو انت كمان وانتي عايزه تغيري حياتك للاحسن وتخلي حياتك مليانه وتبقي انتي السند الاول لنفسك، فده احسن قرار انك تعملي سبسكرايب هنا، ونبقى مع بعض ونشجع بعض دايما. بس تاتي اشوفكم في فيديو جديد على خير، واسيبكم في امان الله. باي باي.